أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلق. يا صباح الفل والهنا على حبايبي واصحابي واخواتي واصدقائي تبع قناة يوميات ام هنا. النهارده يا حبايبي عامله لكم روتين جامد كله هيحبه، وروتين هيشجع اي حد هيعمله. صلاتكم على النبي، هنصلي على النبي ونوحد الله ويلا بينا هتشوفوا الروتين ده وتدينا 10/10 عليه. النهارده عندنا كوميدينو اول حاجه في الروتين. عندي كوميدينو طبعا كان خارج من طاقة الخدمة، يعني عارفين يعني يعني بايظ خالص، فأنا حبيت أصلحه، بس هو خشبه بصراحة ولا يعلى عليه، فأنا كنت ركناه وجا الوقت دلوقتي إن أنا لازمني في المطبخ. صلاتكم على النبي حبايبي، مسكته بقى تنظيف زي ما انتوا شفتوا. حالته كانت الأول كله تراب بقى وعفارة، عشان هو كان مركون ما كانش ليه لازمة معايا، فأنا حبيت يبقى له لازمة. حبيت اعمل ايه بقى فيه شويه توضيبات ونغيروا شكله وندوله برضو يبقى شكله حلو في المطبخ برضو. مسكته كده وبالخرطوم واديله ووضبته ونضفته كأنك ماسكه يعني طبق اي حاجه، صبنته ونضفته كده بالسلكه بالليفه اللي انتوا شفتوها، وعملت له وجبت له كوريكس الوان عشان حلو في الغسيل بصراحة وبيدي لمعة كده ونظافة. رحت أنا غسلته بقى كده وغسلت الحاجات بتاعته كلها هي زي ما انتوا شايفين، وبعد كده خليته نشف ونشفت الأرضية برضو بتاعت الدخلة بتاعت البيت عندي وسبته يوم كامل ينشف. بص حبايبي، أي بيت لازم يكون عنده حج البهية ده وحج الغيرة ده واللون دي والفرشة دي. وقولي ليه، قولي ليه يا أم هنا دول لازم بيت لازم يكونوا فيه، علشان عندك حتة سرير دولاب حاجة في المطبخ مخربشة مش عارفة باب شقة باب أوضة. البوهية دي أصلا للبيبان وللخشب، أي حاجة خشبية، وبيديكي لمعة بسم الله ما شاء الله عليه. والله العظيم حتى بصوا البنزين انا عندي الجزازة ازاي عشان اوريكم، واللي من ورا خالص دي برضو فرش، انا عندي الحاجة دي ما بتخلصش من بيتي. يخلص البرطمان اجيبه. بص الفرش اخر الترابيزة عشان صدق كلامي بس. والحاجة دي أنا لسه جايباها جديد عشان حش اللي كانت عندي خلصت. أما البنزين دي اللي بتزودي بيه بتخففي بيه البوهية. حب البوهية ده حبايبي تروحي عند أي بتاع واحد بيبيع أدوات منزلية بوهيجية حاجات زي كده، بتلاقي عنده الحاجات دي. فأنا أروح أي ست شاطرة تروح جايباهم ومخليهم لو هتجيبي بالحاجة. يعني حق البوهية ده الكيلو عامل 135 جنيه. الغيرة ده وانا هقول لكم مفعوله حاجاته دلوقتي برضو. حج الغيرة ده ب25 جنيه. الفرشة دي عاملة 15 جنيه. صلاتكم على النبي. والالوان اللي هتجيبيها اللي انت عايزة تبيضي بيه، شوفي بقى اللون اللي يعجبك انت تحطي على مزاجك انت. تكبي شوية في اي بولة في اي حاجة وتكبي عليها درجة اللون، وبتكون بسيطة جدا هي اللي تستعملي به. اما البوية البيضة تفضل بيضة زي ما هي في الحوض لحد ما يخلص. وتزود شوية وتجيب ب5 جنيه ولا ب10 جنيه اي برضو حد عنده ادوات منزلية بيبيعها برضو ده فرد بنزين. الحاجة دي حبايبي بتبقى نافعة في البيت. لسه هقول لحد تعالى بيض لي، تعالى جدد لي، تعالى اعمل لي. انا كنت زي كده، دلوقتي بقيت متعلمة كل حاجة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اي حاجة ببيتي بعملها انا بايدي، عايزة اجدد عايزة اعمل بخلي كل حاجة ببيتي بعملها بصراحة. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك عشان انا تعبت في الفيديو ده. صلاتكم على النبي. مسكته بقى كده وكانت الكوميديون نشف وتجرجش خالص، وزودت حبة برضو ببولي وحطيت عليهم الدرجة دي. وعايزاكم اللي يوصل لحد هنا معايا يقول لي ايه رأيه في الدرجة دي.
ايه رأيه في الدرجة اللي انا وصلتها بالشكل دي؟ انا شاطرة ولا مش شاطرة؟ ماشي، عايزاكم تقولوا لي كده في الكومنتات بتاعتكم عشان اعرفكم ان وصلتوا معايا لحد الدرجة دي. ماشي حبايبي، ربنا يكرمكم يا رب ويسعد ايامنا. واحلى حاجة بقى في البوية دي اللمعة بتاعتها، كأنك جزازك ده في ايدك. بتفرحي بيها بصراحة، لما بتديك المنظر ده بتفرحي بيه. مسكته بقى انا كده، بقيت بالفرشة الصغيرة دي اخده واحدة واحدة بقى، بس جوه ما عملتش فيه حاجة. ليه عملت الظاهر دي وشديت الخشب. انت كل ما بتحطي له البوهية دي بتعملي تجديد فيه، بتشدي الخشب. ووصلته بالمرحلة دي. طبعا انا ايه عايزاها بقى تديني على اساس رخامة. بص اللمعة، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. كده كانت نشفت، كانت واخدة يوم ناشفت برضو فيه. يعني انا بيضتها وخدت يوم في الدخلة زي ما انتوا شايفينها في دخلة البيت. نشفت. رحت انا جاي عايزة اعملها زي الرخام وتديني منظر. تروحي جايبة معلقة بطرفها وتحطيها في البوية البيضة من غير ما تزودي فيها اي حاجة، وتطرطشي عليها كده تديك الموجات دي كأني رخامة. شوف بقى التفكير. شوف مخي. اقول لكم انا شاطره بقى مش اي حاجه برضه. تعال بقى نعمل تدوير التاني ايه. عند الرشاقات بتاعت المطبخ انا قشرتها، اللي انتوا الاسود اللي انتوا شايفينه دي، يعني انا مخليها على الحديد. هي مش وحشه ولا يعني مش متوسخه، بس انا بحب كل فتره كده اقشرها بالسكينه. انا لقيت الفيديو هيطول فما حبيتش ايه اوريكم انا بقشر فيه. قشرتها وبقيت واحدة واحدة أبيض فيها أنا وولادي. بيضتها وهشوفوها معاي. وده دلوقتي المطبخ أنا ظبطته على بعضه. بص الجمال، بص الحلاوة، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يا رب يملى بيتنا بنور الإيمان وحب الرحمن، دي أهم حاجة عندنا. ويبعد عنيني اللي بيقول كلمة في ظهرنا واحنا مسلمينها لله. يعني كل واحد فينا يا جماعة يسلمها لله ويقول يا رب وما يشغلوش أي حاجة. ووصلت مطبخي البسيط الحلو اللي هو عاجبني ومفرحني وبسطني بأقل حاجة أنا بعملها بفرحاني وبسطاني فيه. وخليت مطبخي بأقل حاجة، إن أنت لما تجيب الحاجات اللي أنا بقولك عليها دي وتخليها ببيتك، الحاجة دي بتديكي يعني زي تغيير كده. بتحسي ان انت عملت. وعلى فكره وشويه قدام انا هغير تاني برضو، انا مش برسى على حال. ليه؟ عشان الحاجه دي انا بعملها بايدي وقت ما انا عايزه. بوهيتي معايا، الواني عندي، فرشي عندي، حاجتي. انا ساعات بابل الشقه لما ازهق خالص احب اغير. كان عندي اكياس ملح برضو حبيت اعملها حبايبي قدامكم عشان اوريكم ان المطبخ اشتغل. ولحد كده بسيبكم في رعايه الله وحفظه ومع